ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم النهارده انا سيكون انا اكس في فيديو جديد. النهارده شباب هنلعب لعبة سوبر ماركت سيموليتور. ده تاني يوم ليا في المحل بتاع السوبر ماركت بتاعي، والنهارده ان شاء الله عايزين نعمل انجازات حلوة جدا في اللعبة. يعني بس عايزين نزود بضاعة ونزود حاجات، ويا ريت لو نكبر المكان. المهم عايزين نعمل انجازات كتير. المهم لقيت دخلت اللعبة ولقيت ان المحل مفتوح، الواحد معرفش من فتحه، ولقيت يا جدعان وانا بتكلم مع مقدمة كل الناس دول دخلوا. فخلينا بسرعة نروح نحاسب على الكاشير. نقف على الكاشير على السريع، الموبايل معلق، الجهاز معلق مش عارف ليه. بس يلا بسرعة على السريع، خلينا نحاسب على كل الحاجات ديت. تمام ماشي. تدينا فلوس. حسابها كام؟ فلوس يا جدعان حسابها 15 جنيه، وهي مدينا 15 جنيه، فهي كام حاجة. بس كده. يلا هنجرب ناخد دقيق. ما شاء الله، شكرا راجل غني مع فيزا. ماشي. باك شخص شغال موظف في بنك معاه، اسمه ايه ده، شكله موظف في بنك اصلا، معاه لابس بدله بقى ومعاه فيزا والكلام الحلو ده. ثاني هنا ونحط هنا وهنا. اوكي يلا بينا اللي بعده. طلب ايه حضرتك؟ 2 سكر. ماشي. برضو معاها فيزا. ادي يا طنط علاج. ايوه. يلا بسرعة نخش هنا، وهي مدياني يبقى كده 9.66. نعمل انتر. اللي بعده. اللي بدأ يليل شكلنا كده بنقفل من اول يوم. على الساعة بكرة عايز اجيب بضاعة، فكاش كده عايز المحل عشان البضاعة شايفين المحل اصلا فاضي يعتبر. ولكن انا بصراحة مش عارف اي حاجة اصلا. بس عايز اقول لكم حاجة، انا اصلا ما اعرفش ايه الحاجات الناقصة وايه الحاجات الموجودة، عشان انا حرفيا يعني بقالي كتير ما صورتش في السلسلة ديت، فعشان كده مش عارف اي حاجة في اي حاجة. الحساب 50 جنيه. هي مديني المفروض ارجع لها 50 جنيه. طب ولا ايه؟ الحساب 50 جنيه، المفروض اديها 63 جنيه. ماشي 10 كده. ناخد 30 وناخد 6. لا يا جدعان ثانية، هي ولا شو حاجة؟ والله كمان شرح حاجة ثانية واحدة. الحساب كام؟ المفروض ادولها 50 جنيه. المفروض ادولها ولا هي المفروض ادولها 36 جنيه. هي الحساب 50 جنيه، هي مزودالي على الفلوس 13 جنيه. ولا الحساب 13 جنيه ولا هي مش فاهم حاجة. احنا نديها اللي قدامي. ماشي. احنا دلوقتي كام؟ دقيقة 36. عايزين كام يا لهوي؟ فلوس مش ظاهرة ليه؟ 38. ماشي. 38 قرش. هناخد كده وناخد ال8. ايوه ظبطناها. مسفين يا فندم مع التأخير. يلا. ده واخد تقريبا المكرونة دي، ولا مش فاكر، مش عارف ايه الصراحة. ناخد منه الفلوس. مفيش باقي ليه. بحب الناس مش باقي تدي فلوس على طول، معانا فك احنا. وبرضه بحب الناس بتدينا فيزا، شكله راجل مسافر المصيف بقى والدنيا، مسافر الساحل. نعمل 9.10. اوكي يلا خلينا نكمل. وناخد برضو المكرونة، وناخد منه ست الفلوس. برضو مدينا الفلوس كاملة. لا مفروض اديها 93 جنيه. ماشي. ناخد 50. هقول بالجنيه جاي عشان بصراحة متعود على الجنيه، مش هقول دولار والكلام ده ماشي. بس ايه، ناخد 20 كمان، وناخد 3 جنيه، وناخد 67. 76. 76 76 قرش. ماشي. نجيب دوت على 25، ونحط جنيه.
انتر. اللي بعده. طيب ده سكر وعيش ومديني فلوس، هو مش عايز باقي. معرفش ناس كتير مش مديني الباقي ليه، بس حاجة كويسة. هنا 2 دقيق وواحد زيت، وكمان يا جماعة عايز اظبط الاسعار. تشيك اوت. يا لهوي، بتقول ان الكاشير زحمة. تشيك اوت، استنى يا اما هتمشي. بس يا جماعة برضه عايز اظبط اسعار حاجة كده، اسعار حاجة رخيصة. وبقى مش عارف امسك الفلوس ليه. اكيد برضه يا جماعة اسعار الحاجات رخيصة، فبصراحة برضه عايز اظبط ايه اسعار الحاجة. يلا خلينا نخش نكتب هنا 11.92 بس. يلا اللي بعده. هنا طالبة 2 عيش، اديني فيزا برضو. بس انا مش شايف يا جماعة ملامح الناس اصلا مديها عتمة. انا افتح انوار، انا ازاي بشتغل كده من غير ضوء؟ استنى حاسب الست دي واروح افتح النور. وانا المفروض في الساعة كام؟ ده مش عارف يا جماعة في الساعة كام، بس تقريبا في الساعة 9 تقريبا اللي هو دلوقتي. المفروض اقفل هو دلوقتي، بس انا بصراحة ما خلص الزباين اللي معايا دول. عايز افتح انوار. ياه، شايفين الضوء ده؟ مش شايفين اي حاجه يا جدعان. مش تقولوا لي يا جدعان، مش تفكروني ان انا مش فاكر ان في نور بيتفتح؟ مش فكروني يا جدعان، تقولوا لي انتوا مش مركزين معانا يا شباب، شكلهم ما حطوش لايك. لا ده احنا هنوقف بقى كده. اللي ما حطش لايك ينزل يحط لايك، واللي مش لايك ينزل يشترك، عشان انا نعمل لكم فيديوهات جامده زي دي تاني. يلا ناخد من عمونا الكابتن ده في الدقيق. يعني هو الكاشير مش بيفضل ايه اصلا. ماشي، وناخد منه الفلوس. طيب هو عايز باقي؟ مش عايز باقي. يلا اللي بعده. دقيق وسكر وفيزا كمان. ده انت ولا ايه؟ ده نسيت ايه ده؟ شكلهم يا جماعه يعملوا كيكه. جايبين دقيق وسكر فيعملوا كيكه. وبعد كده عندها البيض في البيت، اما انا عنديش بيض هنا في المحل، فتروح تشوف محل تاني للاسف. طيب ناخد برضو جايبه دي ايه. جايب ده، جايب اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ كورن فليكس. لازم اعرف كل حاجه الناس جايباها. يعني ايه لازم اخد كده حاجه انا مش واخد بالي. يا لهوي يا جدعان، النقطه دي مش هتحط على البتاع ليه؟ ايوه كده نجيب بقى كده نكتب. هو احنا ايه اللي هيحصل لو انا زودت مبلغ او نقصت؟ اي ثينك ان انا لو زودت مش هيرضوا، عشان الناس طبعا محتاجين فلوسهم. ولكن انا لو نقصت مش هيرضوا. هو عايز كام؟ مديله فلوس تقريبا ولا ايه؟ اديله كام؟ اديله 92 جنيه. اوكي، متأكد مش متأكد صراحة، بس ايوه اديله 92. و20 كمان. وهنا 2 جنيه و8 سنت. نجيب ال5 وناخد. هو الهزل. انتر. يلا اللي بعده. ازاي حضرتك؟ تمام، دي اخر 6 خلاص. سين كده دي اخر شخصية، عشان مفيش تاني وراها. دي 4. دي 4 جنيه يا شباب، ونديها برضو 8 قرش. اخيرا الزبائن خلصت. خلينا نروح نشوف كده الدنيا وايه الحاجات الناقصة. المحل كله ناقص يعتبر، والحاجات مش مستعارة دي ولا ايه؟ لا مش حاجات مستعارة، بس محتاجين بصراحة اغلي الاسعار. اقفل بقى المحل كده، وبكرة بقى نشوف ارباحنا اليوم ده. طيب ارباحنا كسبنا 235 جنيه. حلوة بصراحة. هو تمام ربحي 146، لكن الاجمالي كله بقى بالحاجات والكلام ده، الاجمالي كله 235 اللي قلتلكوا عليها. يلا بينا على اليوم التاني. السلام عليكم يا عم الحاج. يا جماعة ايه العلامة دي؟ ايه العلامة دي بقى؟ معناها ايه؟ ايه من اللعبة دي فيها حاجة؟ في تحديث جديد؟
اهو شايفين شكله عشان كهربا هنا بقى، والناس تقولي عايزين عشان بقى 100 جنيه كهربا، شكله كده. هو الكرتون ده كرتون بتاعت حاجة، وانا ما كانش في مكان احط فيه دي كرتون الزيت جامد ده. الزيت انا دايما زيادة، زيتني بيخلص مش عارف ليه. ايه ده اخر ازازة. هو عارف زيت ليه خلاص، زين كده مش هجيب زيت. احنا هنجيب شوف الحاجات الناقصة ايه ونجيبها. احنا نشوف انا معايا 235 جنيه دي بقى، عايزين نظبط بيهم نفسنا. احنا مش هنجيب زيت، ومش هنجيب برضو قمح، قصدي اسمه ايه ده، توست. بس هنجيب بقى كورن فليكس، وهنجيب الحاجات ديت. احنا كده يا جماعه شباب احفظوا معايا، مش هنجيب ولا زيت ولا اسمه ايه ده، بنسى اسمه، توست ولا توست. نخش على الماركت، مش هنجيب، نجيب كرتونه من ديت، ونجيب كرتونه دقيق برضو، مش هنجيب زيت قلنا. نجيب كرتونه مكرونه، كرتونه عيش، قصدي سكر. ايه ده، مفيش اي حاجات تانية كده؟ ازاي كان في حاجات تانية في البيض والكلام الحلو ده؟ مفيش بيض ولا ايه؟ ايوه هي دي بقى. اه ماي جاد، لازم اعمل عشان اخدها التابلت ده. التابلت ده بتعمل بيه الاوردر. تعمل حاجه التابلت ده بيعمل بايه؟ تقريبا بياخدوا الاوردر عن طريق السكان التابلت ده. بس ده محتاج ان انا اعمل اللينس يكون 1 و5. مش عارف صراحه اعملها ازاي ولا امتى. دي هنا الاجهزه. شوف محتاجين نرفع الحاجات دي سنجل دلوقتي، احنا مش محتاجين. ماشي فيه والله، الفلوس شكلها حلو اوي، تلاجات وحاجات جامده والله. الحاجات دي ممكن نجيبها في المستقبل. هو بس كانوا متأكدين يا جدعان مفيش اي حاجات تانية؟ الميوزك بلاير دي، اوه ده ممكن بقى بعد كده ابقى اشغل بقى اغاني في المحل والكلام الحلو ده. طب والله جامد، ده حلو البتاعه دي. ممكن بعد كده بشغل اغاني في المحل عشان اخلي المحل كده فيه روح. دي بقى، دي اتاخدت تقريبا الحاجات دي، شايف بصراحه بتاعت ايه. وهنا مفيش اي حاجه. شوف هنا اهو، دي كده الحاجات كلها كامله متكامله. بس كان عايز اشتريها بقى خلاص. نسيت اللي تحكم اللعبه. بس كده نستنى بقى يا جدعان البضاعه تجيلنا ونرصها في المحل. ايوه البضاعه جت بسرعه يا جماعه. مش اللي حلو في اللعبه دي ان البضاعه بتيجي بسرعه جدا، فكويس ان البضاعه جت. يلا خلينا اخد البضاعه بقى وارصها. ناخد ايه ده؟ ناخد اول حاجه ده السكر. احنا عايزين طبعا، قلت لكم ان احنا نغير الاسعار. فين مكان السكر هنا؟ فين مكان السكر؟ فين مكان السكر فين شباب؟ مكان السكر تقريبا هو ده مكان السكر. حط، ايوه هو ده مكان السكر. حط كده السكر يا مسكر انت. ماشي. نرمي الكرتونه دي هنا دلوقتي، نحطها في اي حته، المهم ان احنا مش عايزينها. هنحطها هنا كده دلوقتي عشان نسعر الاسعار. احنا عاملين السكر ب4 و3 ب4 جنيه. احنا ممكن نخليه، هو اصلا سعره يعني ثانية. السكر اصلا سعره 3.68. السكر سعره كويس، هو اصلا المفروض يبقى سعره 3.80 3.68. انا كاتب فيه جنيه و15 قرش تقريبا، انا اللي كاتبه فيه. لا ثانية. اه السكر سعره $1.15. انا كاسب فيه بقى 3 جنيه، ده والله جامد. طب والله انا كاسب فيه مكسب حلو. مش عارف بقى الصراحة انزل سعره ولا حلو كده، سعره كده حلو. اكتبوا تحت تلاتة، اكتبوا تحت 3 يا شباب. سعره كده حلو ولا ازود في سعره شوية، قصدي انقص في سعره شوية، عشان بصراحة كسبان فيه مكسب جامد. نحط المكرونة، حط المكرونة، حط. عايز نروح نرمي كده عشان ايه
ايه في الانجاز، في الانجاز يا انس، في الانجاز، عشان عايزين ان احنا نفتح المحل. نشوف سعر المكرونه وانا كسبان فيها كام والدنيا ديت، نظبط الاسعار. هي المفروض على 99 قرش وانا عاملها ب3 جنيه. طب والله ده جامد. لا حلوه دي، سعرها جامد. والله انا عايز اكل برضه، انا فاهم غلط ولا الحوار ده ايه؟ مش فاهم حاجه. كده يا شباب، زي ما قلت لكم سعر المكرونه كويس، ان انا بكسب كده 2 جنيه و13 قرش، فانا بكسب فيه يعني جميل. يلا بقى نجيب بقى البضاعه سريع. اهو تقريبا يا جماعه اللي بتاع الاوبجيكتيف دي لازم اخليها 1 و5 علشان، بس معرفش ايه بروجكتين بروشيس بروكتر برودكت لان تيوز الكمبيوتر يعني ايه. اعمل مش فاهم برضه يا جماعه، اللي فاهم كده في تعليقات، بس انا مش فاهم البتاع دي معناها ايه. ده الدقيق، نحط هنا الدقيق. فين مكان الدقيق يا شباب؟ نحطه هنا. على فكره يا شباب صح، بشكركم جدا على الدعم اللي انتوا بصراحه تدعمولي. يعني الفيديو نزلته بتاع ماينكرافت، اجي النهارده اصحى الصبح الاقيه 140 مشاهده. حرفيا بشكركم جدا جدا. فجأة انتوا بتخلوا الفيديوهات فيها دعم اسطوري. يعني لولا ربنا ولولاكم انا كان دلوقتي ما عنديش دعم، والقناه دي كانت موجوده اصلا. فبشكركم جدا يا شباب من قلبي. يلا خلينا نسعر، نشوف هنا دي سعره كام، وبكسب فيه ولا بخسر فيه ولا ايه الدنيا. عشان حرفيا باقي حاجات بكسب فيها كسبان، ودي برضه كان بكسب فيها علم. مش عارف ليه حاسس في حاجات محتاجه تغلى شويه، اصل 2 دولار دي عايز بتاع اطور المكان، ف مش هيجرى حاجه يعني لو غليت الاسعار شويه، مش هيحصل حاجه. خليني مثلا اخلي المكرونه ب4، ماشي. المكرونه حلوه قوي ب4 جنيه، عشان المكرونه برضو ايه حاجه غاليه. السكر نشوفه بكام. السكر ممكن نخليه السكر ده ماشي 4 و97. يلا يا عم، حلو اوي السكر السكر كده، السكر كسره حلو. ماشي. الكورن فليكس قصدي الدقيق، الدقيق برضو نزود سعره شوية، بصراحة نخليه ب4. دي يا جدعان نخليه ب4. يلا المكرونة نشوف اسمه ايه ده، دايما بنسى اسمه، مش عارف ليه دايما بنسى اسمه. التوست، نشوف توست انا بكسب فيه يعني، ممكن نخليه ب4. نخليه بكام؟ حلو التوست ب3، ماشي خلاص خليه التوست ده كده. هنا ده بكام؟ وانا بكسب فيه 3 جنيه برضو ماشي ده حلو. يلا نشوف الكورن فليكس، بس لما نجيبه ونشوف اخر علبة. تمام اخر علبة بتاعت الكورن فليكس كده. ايوه اخر علبة بتاعت الكورن فليكس، هو مفيش غيره اصلا. يلا نحط بقى الكورن فليكس. الكورن فليكس يا ولا يا انس. اصل كده كنت عادي لو جبت شوية زيت، وجبت زيت برضو اصل كده مش هيأثر. فبصراحة يعني هجيب زيت. نحط ده فين؟ نحط باقي الكورن فليكس هنا، وهروح اجيب زيت تاني عشان يبقى كده كل حاجة زي الفل، يبقى معانا بضاعة بزيادة، عشان انا حضرتك مفتحتش المحل. فاهم؟ احنا كده هنجيب بتوست وزيت، توست وزيت، او مش لازم اجيب زيت صح، بس الزيت كتير وبزيادة كمان. وانا مش فكك مش هجيب. هنفتح بقى كده المحل ونستنى الزباين، نقعد على الكاشير عشان الزباين اول ما تيجي نشتغل على طول، مقعدش نتعطل. عايز اشوف حاجه برضو في الكمبيوتر، ايه هي الاوبجكتيف لينس دي؟ عايز اعرفها الصراحه. تقريبا هي ده، هو ده. مشتري كله تقريبا ولا ايه؟ هو ده ايه ده يا جدعان ده؟ انا حاجات كتير. انا شايف ده بتاع ايه ده ولا ايه؟ ده بقى بتاع ايه؟ ده بتاع بريكسيكونس ده. انا عامل منه واحد، اللي هو عليه علامه خضرا ده الليفل 3. فده بقى اوصل بقى ليفل 6 بقى. محتاجين نلعب بقى كتير عشان نعرف نظبط الكلام ده.
فعايزين نوصل ليفل 6 يا جدعان عشان نعرف نفتح التانية، عشان بعد كده بقى نشتري الجهاز اللي قلتلكوا عليه ده. يلا نستنى بقى الزباين اهي. الست دخلت تشتري بحاجات كتير. كانت مكرونه داخله على الزيت، جابت حبه زيت، وده برضه جاي داخل تجيب دقيق. يلا جت بسرعه ناخد البضاعه والحاجات. جايبه يا جماعه شويه حاجات جامده، ناخد منها الفلوس. عايزه الباقي كام هي؟ احنا بقى خلاص كده فهمنا اللعبه. بصراحه كنت ناسي الصراحه اللعب. نشتري 3. لا احنا كده بدنا بزياده، بزياده كمان، بزياده موت. عايز تضحك علينا وتاخد بزياده. ناخد يلا يا عم. بس كده يلا اللي بعده بقى. المفروض هم مثلا يدونا تبس، انا هديهم تبس انا كمان ولا ايه؟ المفروض هم اللي يدونا تبس اصلا. او عايز 2 قرش. يلا اللي بعده. يلا بس باين عايزين بصراحه ايه النهارده نكسب مكسب، نطلع بمكسب حلو. عايزين والله يا جدعان نطلع بمكسب جامد الحلقه دي. يلا بينا. انا بصراحه عايز بفكر اجيب بضاعه بزياده واحط كمان ايه في الرف اللي هناك ده. فانت جاي عشان تجيب كورن فليكس بس؟ يعني انت جاي من بيتكو وجايب كمان فيزا لابس بدله عشان تجيب كورن فليكس؟ ما تروح اي مكان تاني جاي لنا نشتري كورن فليكس. حول يا رب. 98. بس اللي بعده يلا. انا جايب كورن فليكس وزيت، معرفش الناس حكيتها مع كورن فليكس. كورن فليكس بتجيب بزياده. انا بحاول اشوف الناس ايه اكتر حاجه بتجيبها واجيب منها بزياده عشان ايه. فانا بصراحه عايز اركز في الحوار ده. اي ثينك لحد دلوقتي اغلبيه الناس بتجيب كورن فليكس. من وجهه نظري انت شايف كده الصراحه. ماشي. صح. نرمي ده. صح انا تقريبا انا غيرت مكان الكاشير. بعته قدام شويه، مش عارف كده شكله احلى ولا ارجعه قدام شويه. اصلا من غير قصد، اصلا انا كنت يعني قاعد وعايز اخش على الكاشير، فمن غير قصد قمت ماسك الكاشير وقمت مغير مكانه. في زباين داخله اهي، والبضاعه اهي. يعني المكرونه محدش خد منها المكرونه تقريبا ولا ايه؟ محدش خد من المكرونه ولا السكر. الزيت خدوا منه، وبرده التوست خدوا منه. شوف ايه اكتر حاجه بتتاخد يا جماعه. اكتر حاجه بتتاخد شايفين الكورن فليكس. اي حد بيخش ياخد كورن فليكس والتوست، فدي اكتر حاجه بتتاخد. عايزين نركز ان ايه اكتر الحاجات اللي بتتاخد عشان نشتري منها. طيب نشوف الحاجات اللي طنط جابتها. طيب حضرتك هات الفلوس، ناخد الفلوس كده. عايزه باقي كام؟ عايزه باقي 4. احنا ممكن نستسهل، ممكن ناخد كده ونقوم عاملين ايه بقى، داخلين هنا وننقص جنيه. بنقص جنيه ليه؟ يا رب يا جدعان حلاج. لا بتلجلج يعني. فعشان نقص جنيه فكرتي اللي كنت عايز اعملها فشلت. ناخد ايه ال4 جنيه هنا بذوب الاحترام. والله كنت عايز تسهل، فاهم انتوا اللي هو اخد 5 جنيه وبعد كده انقص جنيه، فكده يبقى 4 جنيه من غير ما اقعد اخد جنيهات. هو التوست والكورن فليكس اكتر حاجه بتتاخد صراحه. يلا خليني احاسب على السعر. هنا نكتب السعر. بس كده يلا اللي بعده. جايب 2 زيت، والزيت برضو بتاخد بس الزيت مش كتير. لا شايف صراحة ان التوست والكورن فليكس حابس تاخد، فبصراحة عايز اجيب منهم بزيادة. وعايز اجيب بصراحة من باقي البضاعة بزيادة، احط بقى كامل برضو باقي الرفوفة. ايه كده 900 هو كده بس. يلا انا بقى زباين. والله يا شباب تعبت يعني. الشغل بقى والتعب. انا جايب بدلة. ايوه يا عم جايب بدلة بقى ورايح فرح والدنيا زي الفل. اديله يا باشا. استنى بقى الزباين تيجي عشان ايوه اديني بقى يا عمنا. هات من الحاجة سكر وهات فلوس. مش عايز باقي. هروح ازود بضاعة. انا دلوقتي بصراحة مكسبي جميل. هروح اشتري بضاعة. اشتري بضاعة بقى بكل حاجة. اشتري من كل حاجة. من كل حاجة. يعني مثلا ممكن ده اشتري منه كرتونتين، والتوست برضه اشتري منه كرتونتين، عشان الحاجات دي اللي بتبقى معايا بزيادة، عشان اجيب منهم ايه بزيادة. لا انا كده زودت كده جايب 4 كراتين. لا
نخش هنا ونشيل. لا دي مش ناقصين ولا اي حاجه يا جماعه، اهدوا بقى، خلي عندك صبر. ناخد هنا والدقيق، نجيب كمان كرتونه، على هنا كرتونه، على هنا كرتونه مكرونه برضو، وهنا كرتونه سكر. شوف كده كل حاجه، في حاجه متكرره ولا اي حاجه متكرره؟ زي الفل. بس كده يا جماعه بضاعه، شويه بضاعه حلوين. شوف هنا الزبائن اللي واقفين على الكاشير. اسف لكم يا جدعان ان الجهاز بالله بيهنج، بس للاسف بس جهازي مساحته بس ايه ضعيفه، فان شاء الله يعني نجيب جهاز عالي ويكون مساحته حلوه. ناخد الفيزا، هذا يا طنط الفيزا، و يلا بقى كده 4.50 بس. يلا اللي بعده، المرة ده جايب 2 زيت. خلينا ناخد الاتنين زيت دول، وناخد منه الفيزا. نعمل هنا كده بس كده. عايز على السريع كده حسب العمارة ده. طيب عايز اشوف البضاعة اللي برا دي، هاجي احطها عشان الناس اكيد عايزة، في حاجات الناس عايزاها وناقصة اكيد. ناخد كده 1 2 6 ماشي، وناخد 10 سنت. جامد. اهدوا بقى، اهدوا بقى يا زباين، اهدوا على السريع على السريع. يا لهوي على كمية البضاعة، مش من كتر البضاعة وقعت. ناخد بقى ايه، حاجة. بس بصراحة مش هزود سعرها النهاردة، بس بصراحة يعني الحلقة الجاية أكيد هزود أسعار الحاجة. هو زودتهم النهاردة بس مش كل حاجة زودتها، فهزود برضو ايه أسعار تاني. هنا السكر مش هتاخد منه كتير، بس هنزود سكر برضو. المهم يكون معاها بضاعة بزيادة، فاهمني؟ عشان ما اقعدش مثلا وانا في نص الوقت ولا في نص البتاع او محتاج بضاعة واروح اجيب بضاعة بقى في نص البتاع زي ما انا بعمل كده دلوقتي. دلوقتي لما البضاعة قربت تخلص عملت ايه؟ الزبائن واقفة على الكاشير، واضطريت ان انا اروح اجيب بضاعة والزبائن واقفة، وبحط البضاعة والزبائن واقفة. فاهميني الحوار ده ايه وحش. جري بسرعة عشان نعمل حاجة، وناخد الكرتونة اللي بعدها. انا واقف ناس كتير على الكاشير. كورن فليكس اهو، اول كرتونة من الكورن فليكس. بصراحة جايب كرتونتين زي ايه من الكورن فليكس عشان شايف ان هو الطلب عليه بزيادة. نحط كورن فليكس هنا بس كده، وبعتمد كده لو سمحتي. نحط كمان تحت كورن فليكس. ايوه نحط هنا برضو شوية الكورن فليكس الباقيين، وهنا في كورن فليكسين المفروض تتحط. ايوه كده. نحط هنا كورن فليكس بقى، كورن فليكسات التانية، علبة الكورن فليكس التانية. في زباين كتير تلاقوا على الكاشير دلوقتي، وانا بصراحة ايه معطل الدنيا. فعلى السريع بقى، عايزين سرعة يعني السرعة. احنا جايبين كمان كرتونة، احنا كده جايبين حاجة بزيادة. لا بزيادة يعني. حاسس ان انا اتغبيت حبتين تلاتة في ان انا اجيب البضاعة بزيادة دي كلها. حاسس صراحة ان انا ايه زودت الدنيا شوية. بس انا مش هجيب بضاعة تانية كده بصراحة، بضاعتي كتير. او لو جبت هزود كرتونتين، مش من كل حاجة، كمان من حاجات بسيطة. يعني التوست والكورن فليكس اكتر حاجتين مش هشتري منهم تاني، غير لما يخلصوا بقى وبعد ايه، بعد وقت جري. هنحط توست في المكان. شايفين كمان التوست خلص، يعني كمان زودت شوية بضاعة كمان. بس يلا لازم ماشي. نحط الحاجة خدت يعني بحط بتاع وخدتها ايه الناس اللي تزودي. اجيب علبة التوست ايه كرتونة التوست التانية. يا جدعان الزباين مستني والله، انا اخرت على اخر، عايز انجز. فين دي واقف على الكاشير. في ناس على فكرة بتزهق تقف على الكاشير، فبتقوم تقول الكاشير زحمة ما بتقفش، فتقريبا ما بتشتريش مني حاجة. فانا عايز ايه في الانجاز السريع كده. نحط بقى الايه
التوست نحط بقى التوست كده على السريع، عايزين على السريع والله يا جدعان. رصة البضاعة كده رصيتها كلها وبشتغل اهو كمان. وايه الست دي طبعا جداني فيزا بقى، وبحسبها 27 جنيه. حسابها ده جامد، ده جايب حاجات كتير. يلا بقى اللي بعده ده جايب، قلت لكم شايفين الكورن فليكس بتاخد ازاي، والسكر برضو الكورن فليكس بتاخد منه كتير. شايفين لميت الفوفا الحلقه دي حرفيا تبقى برعايه ان انا ايه، لميت حاجات كتير حرفيا، اللي هو جبت بضاعه بزياده. دي جايبه واحد توست بس. حتى الناس اللي بتيجي تجيب حاجه واحده بتجيب توست، دي كورن فليكس اللي بيجيب حاجه واحده بس. ندي هنا ايه 5 كده 1 ماشي كده. عايز كده كام؟ 1 2 3 4. يلا اللي بعده. دي طبعا اهو شايفين يا جماعه كميه الكورن فليكس بتطلب السكر برضه بتطلب عليه كتير. انا جايب سكر برضه تمام حبه حلوين، في سكر سنه اللي سكر من باقي يعني حبه حلوين. يلا هنا نعمل كده يا عمونا الفيزا. يلا نحاسب خلاص، اخيرا قربنا نخلص وهنقفل. والله النهارده كان يوم متعب، جبت بضاعه واشتغلت والله كميه شغل. بس يا رب بس اطلع بمكسب حلو. المشكله انا جبت البضاعه اللي جبتها دي خسرتني شويه، بس على الاقل جبت بضاعه. يعني حتى الناس لما تيجي وتبقى عايزه تشتري حاجه مش هتلاقي حاجات ناقصه وكده. يلا اخر واحد ده اي ثينك جايب حاجات كتير، وحسابه 20 جنيه، وهو عايز 54. يعني نجيب هنا كده. طبعا مش هديله بزياده، مش هديله 5 عشان اقول دي لا انا كده هخسر برضو. بس كده اخيرا نعمل كلوز ونشوف مكسبنا النهائي. مكسبنا النهائي $330 و54 سنت. وبكده يا شباب نكون وصلنا في الحلقه. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله هنعمل الجزء الثالث ان شاء الله قريب. وبس كده يا شباب، يلا سلام.